جيش الحرية يا جيش الحرية يا ما طمح الأجيال يا ما طمح الأجيال هذه لك تحية تقديرا وأجلال هذه لك تحية تقديرا وأجلال هذه لك تحية تقديرا وإجلال هذه لك تحية تقديرا وإجلال يا الشعوب في مرة يا جيش الحرية. تقييم هذا الزمن ثم القاعده 12 و13 من قطاع مضريقه الفيلق 47 هو كان ينقص غيرك حالا ولا تعود الى حالكم الحظ صورتوا بالدخان الجاي من عند قواعدهم. اذا هذا الشباب تاعه فيه متحمس هو اللي كان عاد له ايام واصل القصف في هذه المنطقه ورساله من عنده للشباب الثاني على انه راهو لابد من التدريب ولابد من التحضير وتعود معنوياتهم مرتفعه كما في قرايدهم حالهم عادي تظل شبكتهم والحال عادي عندهم وناشطين وزينه عندهم العمليه وهذا هو القصف وهذا هو دور الشباب كامل الصحراء والعكيه ويعود جاي مدرب ومتقن ومنضبط عارف وين يمشي وين تيجي وين يتسلل ويقبل الخبره من اللي يسبقوه ويعرف